السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم وصفات من مطبخ مريم ميريسكو كتيب. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد العصير اللي ساهل وتقدروا توجدوا حتى لاخر لحظه. غادي ينفعكم ان شاء الله بزاف في رمضان بجوج مكونات فقط. فإلا عجبتكم الوصفه ديال اليوم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي مرحبا بكم. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا خاصيه الجرس باش توصلوا الفيديوهات ديالي ان شاء الله. غادي ناخذ حامضه اللي غسلتها من قبل مزيان، غادي نخليها بالقشور ديالها وغادي نقطعها هكايا اطراف. غادي نحيد ليها غير العظام باش ما يجيش العصير مر. في خلاط كهربائي غادي ندير هذيك الحامضه اللي قطعت، غادي نزيد عليها سكر سنيده ونص سيطرو ديال الماء. بالنسبه للسكر كديروا الكميه اللي بغيتو نتوما. صافي وغادي نطحنها وغادي نصفيها من بعد. من بعد ما صفيت الحامض غادي ناخذ واحد التفاحه بالقشره ديالها اللي غسلتها من قبل مزيان. صافي وغادي نقطعها. الا كان عندكم التفاح الحجم ديالو صغير تقدروا ديروا جوج ديال التفاحات. غادي نزيد عليه داك الحامض اللي صفيت وغادي نزيد عليه نص سيطرو ديال الماء الاخر اللي بقى، وغادي نولي نطحن كلشي مزيان. تيقوني هذا العصير كيجي المذاق ديالو زوين بزاف، خصوصا الا كنتو كتبغيو المذاق ديال الحامض. الا كانوا كيعجبوكم بحال هاد الفيديوهات ديال العصائر اللي كيوجدوا حتى لاخر لحظه فخليوها لي في التعاليق ان شاء الله ونشارك معكم بزاف ديال الوصفات. صافي غادي نولي نصفي كلشي مزيان وها هو العصير ديالنا واجد. واحد الملاحظه، الا كنتو باغيين ديروا هذا العصير فخصكم تشربوه في نفس النهار، ما تيصلحش انه يتخبع ويبقى حتى لغد ليه. الا عجبكم الفيديو ديال اليوم خليو لي لايك، وإلا بغيتوا المزيد من الوصفات ديال هاد العصائر اللي سهله في التحضير خليوها لي في التعاليق. شكرا على المشاهده وموعدنا في فيديو مقبل ان شاء الله.